السلام عليكم واهلا بكم معايا في قصه جديده. اليوم غنغوصوا في واحد القضيه اللي ماشي غير صدمه الناس اللي عاشوها، وانما حيرات حتى اكفأ المحققين. القصه ديال اليوم عباره على لغز كبير، الخيوط ديالو مشبكه، وكل ما كنقولوا قربنا الحقيقه كنلقاو راسنا قدام باب المسدود. فتخيلوا معايا جريمه اللي وقعت في وضح النهار، والضحيه كان وسط ناس اللي كيعرفوا ما كيعرفوه. ولكن الصدمه في هذه القضيه هي أن القائمة ديال المشتبه فيهم كانت طويلة. كل واحد فيهم عنده دافع قوي للقتل، وكل واحد منهم عنده سر مخبي وراه ضحكة اللي صفرة. واش الغدر في هذه القصة جا من قريب، ولا كاينه يد خفية هي اللي حركات هذه العاصفة؟ ركزوا معايا مزيان وتبعوا معايا التفاصيل، حيت في هذه القصة حتى واحد ما هو بريء حتى يثبت العكس. إلا كنتوا أول مرة كتشوفوا القناة، مرحبا بكم. ما تنسوش تشاركوا وتخليوا لي لايك وآرائكم في تعاليق. وبلا ما نطول عليكم أكثر، يلا نبداو. قصة اليوم فيها الصداقة المزيفة، فيها الحب السام، وفيها غدر رفيق اللي كياكل معاك في تفصيل واحد وهو كيوجد لك القبر ديالك. ركزوا معايا مزيان وتبعوا معايا القضية من الاول حتى الاخر، حيت هاد القصة غتخليكم تعاودوا الحسابات في كاع الناس اللي دايرين بكم. في منطقة خالية ضواحي مدينة الرباط كانت الدنيا باقا مظلمة وقريب يطلع الفجر. واحد راعي الغنم، راجل اللي سبعيني كيعرف التضاريس شبر بشبر، كان غادي بالقطيع ديالو يرعاها كيف العادة. في داك الصباح الريحة ما كانش ريحة الأرض، وإنما كانت الريحة ديال الموت. غيلفت الانتباه ديالو هيكل حديدي وسط واحد دايرة ناشفة، طوموبيل طالع منها دخان خفيف، والعافية كانت طفات بعد ما حرق الطوموبيل كاملة. غيقرب بالمعطي بدافع الفضول اللي قتلو، حتى لواحد اللحظة غيجمد دم في عروقه. شاف فوق كرسي ديال الشيفور جثة متفحمة بالكامل، رجعات عبارة على رماد وكتلة سوداء. الملامح ضاعت، الحوايج دابت، وحتى العظام بدات كتبان. با المعطي خلى بهيمو وهرب كيجري وهو كيغوت ومخلوع، حتى غيوصل الطريق الرئيسية وبدا كيشيل الطوموبيلات بيدو اللي كانت كترجف. عاتقو الروح جثة محروقة وسط من الطوموبيل. غيتوجه لأقرب بريغاد وغيعلمهم داكشي اللي شافو، ومباشرة تعيينات دورية خاصة غيهزوه معاهم وتوجهوا لمكان الحادث اللي كان هو بالضبط مسرح الجريمة. فور وصول عناصر الدرك الملكي برفقة شرطة التقنية كان المنظر جد مهول، جثة بلا بصمات بلا ملامح وبلا هوية. لكن الذكاء ديال المحققين غيقدر يكشف خيوط خفية، حيت بعد المعاينة الأولية المحققين غيلاحظوا تفصيل صغير كيقشعر البدن. الضحية كان مربوط بحزام السلامة بقوة، هادشي كيعني أن الجاني تب الضحية وهو فاقد الوعي أو مقتول، باش يضمن أن الجثة تبقى ثابتة في البلاصة ديالها فاش تعال العافية، وباش تبان القضية بحال حادثة ديال سير أو انفجار مفاجئ. من بعد ما لقاو الجندارم ديك الطوموبيل شاعله فيها العافيه ومكرفسه، الخدمه كلها ركزوا فيها في ديك اللحظه باش يعرفوا ديال من هاد الطوموبيل. واخا العافيه كلات كلشي، قدروا يخرجوا الماتريكيل ورقم اللوحه، ومن تما طلعت السميه. الطوموبيل كانت في واحد السميه ديال خالد، خدام نجار وساكن نيت في نفس المدينه. الفرقه مشات نيشان لدار خالد، وتما فاش دقوا خرجات ليهم مراتو وبالنية ديالها قالت ليهم ان خالد راه عاد خرج من الدار، فطر ومشى المحل ديالو يخدم. هاد الهضره جاتهم غريبه، كيفاش الطوموبيل محروقه وفيها جثه وهو في المحل ديالو خدام. مشاو عندو نيشان المحل وتما بدات المواجهه. خالد فاش شاف الجندارم غيتصدم وغيعرف منهم باللي الطوموبيله ديالو محروقه وفيها جثه، وتما غينطق بالسر اللي غيقلب الموازين. قال لهم اودي راه الطوموبيل ماشي انا اللي كنت سايقها، نهار السبت سلفتها لواحد صاحبي اللي الاسم ديالو رشيد، وكان خاصو يردها ليا نهار الحد بالليل، ولكن من ديك الساعه غبر وما بقاش كيبان ليه الاثار. هنا التحقيق غياخد مسار اخر من خلال ديك السميه ديال رشيد والمعلومات اللي عطا خالد. بدات الصوره كتوضح، رشيد هو اللي كان غابر، هو اللي كانت عنده الطوموبيل، ومن تما تاكدوا باللي ديك الجثه اللي فيها الرماد غالبا غتكون ديالو.
ومن هنا بدات الرحلة باش يعرفوا شنو وقع رشيد وشكون اللي كانت عنده المصلحة يصفيها ليه بهذه الطريقة البشعة. التحقيقات بدات كتضيق الخناق على الدائرة المقربة من رشيد الخياط. رشيد من بعد ما بحثوا عليه عرفوا أنه إنسان درويش خياط ديال رجال كيفصل الملابس ديال عراس الناس، وما كانش عارف أن الكفن ديالو غيتفصل ليلة ديال سهرة غامضة. من بعد ما خالد النجار صدام الجندارم باللي الطوموبيل كانت عند صاحبو رشيد، المأمورية دابا ولات هي التأكد من هوية الضحية. الدرك غيطلبوا من النجار يعطيهم أي صورة لرشيد باش يبداو بها البوانتاج. خداو تصويرة وبداو كيسولوا في كاع البلايص اللي كان كيمشي ليهم الضحية، شكون شاف هاد السيد، مع من كان، وفين ومع من كيعمر. وسط هاد البحث طاحوا في واحد من الكليان الاوفياء ديال رشيد. فاش سولوه الجندارم فوقاش اخر مره شفتيه غيعطيهم واحد المعلومه اللي غتكون هي الساروت ديال اللغز. قال لهم شوفوا، نهار السبت في العشيه مشيت عند رشيد المحل باش ناخذ واحد السروال كنت دافعو ليه تخيط. فاش وصلت لقيتو ديجا كيجمع وكيسد بالزربه، بين فيه زربان ومخطط لشي بروغرام. فاش طلبتو يعطيني السروال قال لي اسمح لي دابا راني ما مساليش، راه تابعني واحد السيده اللي ناوي معاها المعقول وغنديها نسهروا شويه في دار حياه. الجندارم هنا وقفوا عند هاد السميه، شكون هي حياه؟ الكليان كمل كلامه وكشف الحقيقه المره. حياة راه معروفة السمسارة ديال الدعارة وعندها دار اللي مخصصاها لهاد السهرات والمواعيد المشبوهة. هنا الدرك الملكي عرفوا باللي هاد حياة هي المحطة الجاية، وباللي دارها هي فين غيلقاو جواب على السؤال كبير، شنو وقع الرشيد قبل ما تولي الجثة ديالو محروقة وسط من الطوموبيل. حياة الباترونة كما قلت لكم او اللي كتمتاهل القوادة كما كيعرفوها في اوسط الليل بالذكاء ديالها والدهاء، كشفات المستور. فاستدعوها جندارم لابريغاد وسولوها على رشيد، جاوباتهم بثبات انفعالي كبير. رشيد كان عندي الليله ديال السبت هو وصاحبه حكيم وواحد البنت الاسم ديالها اسماء، شربوا وضحكوا حتى الجوج ديال الليل، ومن بعد ركبوا كاملين في الطوموبيل ديال النجار اللي كانت مع رشيد. الدرك مباشره غيستدعيو الخليله اسماء وبدات كتدلي بتصريحاتها، والتصريحات ديالها هي اللي قلبات الموازين. رشيد وصلني انا الاولى لداري وحكيم ركب اللور ورشيد بقى كيسوق. كانت هذه اخر مره كنشوف فيها رشيد، وحكيم كان اخر شخص اللي بقى معاه. في هذا الوقت بالضبط التقرير ديال الطبيب الشرعي خرج. الضحيه رشيد ما ماتش محروق، تم العثور على كسر حاد فقرات العنق ديالو ناتجين على خنق بآلة صلبة، سلك حديدي غليظ اللي تلقى ديجا في الطوموبيل. الحريق كان مجرد عملية تمويه لطمس معالم جريمة ديال قتل عمد وقعات قبل ما تشعل العافية. حكيم الصديق الغدار فاش جابوه المركز حاول يدير سيناريو انه كان مسافر مع مراته نهار ديال السبت باش يبعد عليه الشبهة، ولكن تضارب الاقوال والشهادة ديال الباترونة اسماء حاصروه فاش واجهوه باثار حروق خفيفة اللي كانت في ايده والريحة ديال البنزين اللي بقات في حوايجو. من خلال الشهادة اللي دلات بها مراته، حيت فاش سولوها الجندارم فين كان راجلك نهار ديال السبت حاولت تكذب، قالت لهم انه كانوا مسافرين ولكن هيهات المخزن ما معاه لعب غير زيروا معاها. قالت لهم ان هذيك الليله فاش رجع راجلها بالليل كانوا الحوايج ديالو خانزين بريحه ليسونس، وطلب منها تداوي الحروق اللي كانت في يديه. فاش سولاتو مالك قال ليها غير واحد السيده تفرقعت ليها البوطه في الدار وعاونتها. هادشي فاش عاودوا الحكيم نهار واعترف بكل شيء. قال في تصريحاته رشيد كان صاحبي، ولكن في ليله ديال السهره وهو كيسوق صارحني بواحد الحاجه اللي حرقت لي قلبي. قال لي حكيم راني قررت نتزوج باسماء، هي بنت الناس ودرويشه وبغيت ندير معاها الدار. انا ما تقبلتهاش واخا كنت مزوج وعندي ولادي، راني كنت كنبغي اسماء وما بغيتش رشيد يديها ويدير المستقبل ديالو معاها. شعلات في قلبي نار الحقد والغيره، غفلته وهو كيسوق، دوزت عليه سلك ديال الحديد من اللور وزيرت عليه حتى قطع النفس، ومن بعد جريته الخلا، درت عليه حزام السلامه باش يبقى ثابت وما يتحركش، وكبيت عليه ليسونس وشعلت فيه العافيه باش يرجع رماد
ويموت معاه السر. هكا سالات الحياة ديال رشيد الخياط اللي كان كيوجد الفرح ديالو، ولكن الغدر كان أسرع. حكيم غيتحكم عليه بالمؤبد، ولكن ديك السيارة المحروقة بقات شاهدة على أن الحقيقة ديما كتبان مهما حاول المجرم يخفيها. الشخصيات تبين أنه ما عندهم حتى علاقة بالجريمة وخلوهم يمشوا في حالهم. العدالة يمكن ليها تعطل، ولكن مستحيل أنها متبانش. حتى لهنا الأحداث اللي عندي في هذه القضية غتكون سالات. نشوفكم فيديو جديد وقضية جديدة. خليت لكم راحة.